لغز اختفاء عائلة جيمسون. دي مش مجرد قصة اختفاء عادية، دي سلسلة من الأحداث المريبة والمتناقضة، لدرجة إن كل خيط بنمشيه بيوصلنا لطريق مسدود. وعشان نقدر نفهم ونستوعب حجم الغموض ده، احنا محتاجين نرتب الأحداث ونمشي ورا التسلسل الزمني خطوة بخطوة. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول. إزاي ممكن عائلة كاملة تتبخر وتسيب وراها كلبها اللي بيحبوه وثروة نقدية كيش؟ التناقض ده حرفياً هو قلب اللغز. بالعقل كده أي إنسان بيدور دايماً على دافع. لو عيلة قررت تهرب وتبدأ حياة جديدة، منطقياً هياخدوا فلوسهم ومستحيل يسيبوا وراهم كائن حي عايش معاهم يموت من الجوع. ولو كانوا ضحايا الجريمة سرقة مثلاً، إزاي الفلوس دي كلها اتثابت ومحدش لمسها؟ المعادلة دي معقدة جداً، وأي محاولة لحلها بتخبط في حيطة سد وبتضرب أي نظرية تانية في مقتل. عشان نستوعب القصة صح، خلينا نبص على الإطار الزمني السريع ده. الموضوع بيبدأ باختفائهم في أكتوبر 2009. بعدها بكام يوم الشاحنة بتاعتهم بتظهر، لكن الصدمة إن في فجوة صمت مرعبة استمرت 4 سنين بحالها، لحد ما ظهرت الرفات في نوفمبر 2013 وتأكدت هويتهم في 2014. الفجوة الزمنية دي بتورينا إزاي القضية دي تقيلة، وإزاي الزمن نفسه كان بيلعب دور مرعب في تشتيت الأدلة. نرجع بقى لنقطة الصفر، 8 أكتوبر 2009. الأب بوبي اللي عنده 44 سنة، والأم شيرلين 40 سنة، وبنتهم الصغيرة ماديسون اللي يدوب عندها 6 سنين، بيخرجوا في مشوار يبدو عادي جدا وممل. كانوا رايحين منطقة جبلية مقطوعة جنب بلدة اسمها ريد أوك في ولاية أوكلاهوما. الهدف من الرحلة دي كان معاينة حتة أرض مساحتها 40 فدان كانوا بيفكروا يشتروها. لحد اللحظة دي مفيش أي حاجة مريبة، عائلة بتدور على أرض وبيبدأوا يومهم عادي. بس بعد التاريخ ده انقطعت أخبارهم تماما، ودابوا كأن الأرض انشقت وبلعتهم. دلوقتي بقى النقطة اللي بتلخبط كل الحسابات هي الرقم الضخم ده، 32,000 دولار كاش. متخيلين الرقم؟ الفلوس دي لقوها متخبية تحت مقعد الشاحنة بتاعتهم اللي الشرطة لقيتها مركونة على طريق جبل يوعر بعد أيام من اختفائهم. الرقم ده مش بس ضخم، ده كمان غريب جدا على عائلة ظروفها المادية مش بتسمح إنها تشيل مبلغ نقدي بالشكل ده. وجود الفلوس دي سليمة ومحدش قرب لها بينسف تماما أي فكرة بتقول إن دافع الجريمة كان السرقة. يعني لو حرامي هيسيب الثروة دي كلها ليه؟ والموضوع مش بيقف عند الفلوس وبس، احنا هنا قدام سيناريو أشبه بلغز الغرفة المغلقة. الشاحنة كان متساب فيها جهاز الجي بي اس، محافظهم، بطاقات هويتهم، وتليفوناتهم المحمولة. كل خطوط النجاة اللي ممكن أي إنسان يعتمد عليها في منطقة معزولة زي دي اتثابت. والموجع أكتر من كل ده إن كلب العيلة الصغير ميسي كان محبوس جوه الشاحنة بيعاني من جفاف وسوء تغذية شديد جدا، بس كان لسه عايش. إيه هو نوع الرعب أو الطوارئ اللي يجبر أب وأم إنهم يجروا ويسيبوا هويتهم، فلوسهم، ويسيبوا حيوانهم الأليف يواجه الموت البطيء بالشكل ده؟ الغموض بياخدنا لسكة تانية خالص لما المحققين قرروا يفرغوا كاميرات المراقبة بتاعت بيتهم في يوم رحيلهم. الفيديوهات دي بتعرض مشهد يخلي الجسم يقشعر. بوبي وشيرلين كانوا بينقلوا حاجتهم للشاحنة في صمت تام، صمت مريب جدا. حركتهم كانت شبه الآليين، كأنهم في حالة تنويم مغناطيسي أو ذهول. كانوا فجأة يقفوا ويبصوا للفراغ لفترات. السلوك ده خلى الكل يتأكد إن العائلة دي ما كانتش في حالتها الطبيعية أبدا قبل ما يركبوا العربية ويبدأوا رحلة اللا عودة. التناقض بيكبر أكتر لما نعمل مقارنة بسيطة بين الحاجات اللي سابوها والحاجات اللي أخدوها. إحنا خلاص عرفنا أنهم سابوا الفلوس والتليفونات والكلب، لكن من كاميرات المراقبة شيرلين ظهرت وهي بتحط شنطة يد بنية في الشاحنة. الشنطة دي تبخرت ومحدش لقاها أبداً، والأهم من كده مسدسها الشخصي كمان كان مفقود. اختفاء الشنطة والمسدس بيحط طبقة جديدة من الشكوك والظلام على القضية. هل أخدوهم معاهم لسبب معين وهم بيهربوا؟ ولا في شخص تاني خالص هو اللي أخد الحاجات دي من مسرح الأحداث؟ وبتعدي السنين، 4 سنين كاملة من التدوير وتخمين السيناريوهات، لحد ما بيجي نوفمبر 2013. مجموعة صيادين بالصدفة البحتة وهم في منطقة غابات معزولة جدا بيعثروا على بقايا وهياكل عظمية ل3 أشخاص بالغين وطفل. المكان ده كان بيبعد أقل من 3 مايل، يعني حوالي 5 كيلومتر بس من المكان اللي الشاحنة اتلقت فيه. الاكتشاف المأساوي ده قفل أي أمل في العثور عليهم عايشين، لكنه في نفس الوقت فتح علينا أبواب من الأسئلة المرعبة اللي ملهاش إجابات. في يوليو 2014 الطب الشرعي أكد رسمياً إن الرفات دي بتعود لعائلة جاميسون، لكن للأسف الطبيعة كانت قاسية جداً على الأدلة. بسبب التحلل الشديد وعوامل الجو في الغابة على مدار 4 سنين، التقرير الطبي وصل لطريق مسدود. سبب الوفاة اتسجل مجهول. مفيش أي دليل قاطع يثبت إنهم ماتوا بالرصاص أو من البرد أو حتى السم. الفراغ اللي سابه غياب سبب الوفاة ده خلى التحقيق يفقد بوصلته الأساسية، وبقى كل حاجة حرفياً واردة. ومع غياب الأدلة القاطعة وسبب الوفاة، كان طبيعي جداً إن التحقيقات تعتمد على النظريات.
القضية دي طلع منها 5 نظريات رئيسية، بس المشكلة الكبيرة هنا إن كل نظرية بتنجح تفسر جزء معين من الأدلة، بتيجي حتة دليل تانية في القضية تهدها من الأساس. خلينا نمشي ورا النظريات دي مع بعض واحدة واحدة ونشوف إزاي بتخبط في الحيط مع الحقائق اللي قدامنا. النظرية الأولى بتكلمنا عن المخدرات وتحديداً الميثامفيتامين. اللي متبنين النظرية دي بيربطوا بين السلوك الغريب والآلي اللي شفناه قدام الكاميرات وبين وجود 32 ألف دولار كاش كدليل على إنهم كانوا رايحين يعملوا صفقة في الجبل، والصفقة دي انتهت بمقتلهم. القصة ممكن تبان منطقية لحد ما نفتكر العيب القاتل للنظرية دي. هل في عصابة أو تجار مخدرات هيقتلوا عائلة ويسيبوا 32 ألف دولار كاش سليمة مكانها ويهربوا؟ مستحيل طبعاً. النظرية التانية مرعبة أكتر، وهي القتل والانتحار. معروف إن الأم شيريلين كانت بتعاني من اكتئاب حاد جدا بعد وفاة أختها، والشرطة كمان لقت في الشاحنة جواب غاضب جدا وطويل 11 صفحة شيريلين كاتباه لجوزها. النظرية دي بتقول إن في لحظة يأس حد فيهم قتل التاني والطفلة وبعدين انتحر، وده بيورينا ببراعة إزاي الحالة النفسية ممكن ترسم سيناريو كامل. بس النقطة اللي بتنسف الكلام ده كله هي إن المسدس مفقود ومفيش أي سلاح اتلقى جنب الجثث. لو كان انتحار طبيعي جدا السلاح يكون موجود جنب الرفات، صح؟ النظرية الثالثة بتاخدنا لدوامة الخلافات العائلية. بوبي كان داخل في صراع قضائي شرس مع والده بوب جين جاميسو. بوبي كان بيدعي بوضوح إن أبوه هدد العائلة بالقتل وإن ليه علاقات بعصابات مسلحة أو مافيا. هل ممكن يكون الأب نفذ تهديده فعلا؟ الشرطة حققت في المسار ده، لكنهم قفلوه واستبعدوه تماما. ليه؟ لأن الأب كان مريض جدا وفي حالة متأخرة، وتوفي أصلا بعد شهرين بس من اختفاء العائلة، فما كانش عنده أي قدرة صحية أو تنظيمية إنه يدير جريمة بالاحترافية والغموض ده. النظرية الرابعة بقى غريبة حبتين ومبنية بشكل كامل على كلام العائلة نفسها قبل ما يختفوا. في ادعاءات كتير بتتعلق بما وراء الطبيعة أو انهيار نفسي جماعي ليهم. القس بتاع المنطقة شهد إن بوبي وشيريلين زاروه وكانوا مرعوبين، وقالوا بوضوح إن بيتهم مسكون بأرواح شريرة. القس كمان ذكر إن بوبي كان بيقرأ في الإنجيل الشيطاني في محاولة يائسة عشان يتعامل مع الأرواح دي. التفاصيل دي خلت البعض يعتقد إنهم كانوا ضحية طقوس معينة أو إنهم عانوا من حالة ذهان جماعي خلتهم يهربوا للجبل لمواجهة مصيرهم المجهول. كل النظريات دي بتسيبنا في حيرة وبتلففنا حوالين نفسنا لحد ما بنوصل للدليل الأخير. وسط الحاجات اللي لقوها في الشاحنة كان موبايل بوبي. الموبايل ده كان جواه دليل بصري صامت، صورة بتعتبر القطعة الأخيرة والأكثر إثارة للقشعريرة والرعب في أحجية عائلة جيميسون. الدليل ده هو الصورة الأخيرة اللي اتصورت للطفلة ماديسون في الجبل قبل ما يختفوا بوقت قصير جدا. الوصف اللي مكتوب بيجسد اللقطة دي بالظبط. ماديسون واقفة مربعة ايديها، لكن أي حد يبص لملامحها يشوف علامات رعب وضيق واضحة جدا. دي مش صورة طفلة طالعة رحلة عائلية بتلعب. المحققين وكل اللي درسوا الصورة دي لاحظوا إن الطفلة باصة للكاميرا وكأن في شخص غريب، شخص مرعب بيجبرها تقف بالشكل ده عشان يصورها. صورة بتنطق بالخوف وبتطرح أسئلة مرعبة عن اللحظات الأخيرة ليهم. في النهاية لغز عائلة جيميسون بيفضل جرح مفتوح في تاريخ القضايا الغامضة من غير أي إجابة قاطعة، بين إنهم ماتوا من البرد والضياع أو جريمة قتل بشعة من مجهول أو انهيار نفسي وصلهم لنهاية مأساوية. كل دليل بياخدنا في اتجاه عكس التاني، والسؤال اللي هيفضل يطارد أي حد بيسمع عن القضية دي: هل كان حظهم السيء إنهم قابلوا قاتل عشوائي في الجبل المقطوع ده، ولا كانوا بيهربوا من شيطان داخلي أو تهديد كان أقرب ليهم بكتير مما نتخيل؟ التفكير في التناقضات دي كلها بيأكد لنا حاجة واحدة بس، إن الحقيقة أحياناً بتكون أغرب وأكتر ظلاما من أي خيال.